السلام عليكم. قامت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بالتأكيد على أنه أصبح من الممكن لجميع المواطنين الجزائريين الراغبين في الانضمام إلى الجيش الوطني الشعبي بعد الانتهاء فورا من التسجيلات عبر موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي 2024. وقد قامت وزارة الدفاع الوطني أيضا بالإعلان عن إمكانية جميع المواطنين في الانضمام إلى الجيش بشكل سهل جدا. تابع السطور التالية معنا من خلال موقعنا الإخباري لتتعرف على كيفية التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي. في هذا المقال سوف نوفر لكم رابط موقع التسجيل في صفوف الجيش الوطني الشعبي الذي أصبح من الممكن والمتاح لجميع المواطنين في الجزائر للتسجيل من خلاله لينضموا إلى صفوف الجيش الوطني الشعبي كالتالي. وسوف نضع لكم رابط التسجيل في أول تعليق، ولا تنسى الضغط على زر الإعجاب بالفيديو وترك تعليق. الخطوة الأولى تقوم بالدخول أو الولوج على المنصة الإلكترونية الرسمية الخاصة بوزارة الدفاع الوطني. الخطوة الثانية يجب إدخال البريد الإلكتروني الخاص بالمتقدم وكلمة السر الخاصة به في المكان المخصص لكلا منهما. الخطوة الثالثة تقوم بالنقر أو الضغط على أيقونة التسجيل. الخطوة الرابعة سوف تظهر إليك بشكل تلقائي استمارة الترشح الخاصة بالمتقدم. الخطوة الخامسة يجب على المتقدم القيام بتنزيل الاستمارة والاحتفاظ بها حتى يقدمها للجهات المختصة في حالة قبوله. وقامت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بالتأكيد على جميع المواطنين أنه أصبح متاحا لهم التقديم في الجيش الوطني الشعبي بشرط أن تتوافر بهم الشروط، وأتاحت الأوراق المطلوبة للتسجيل في صفوف الجيش الوطني والتي تم تحديدها ووضعها من قبل الجهات الرسمية المختصة. وقد جاءت الأوراق على النحو التالي: يجب إحضار الشهادة الخاصة بالمؤهل الدراسي، يجب إحضار شهادة الميلاد وتكون إلكترونية، يلزم تقديم ما يثبت جنسية المتقدم، يجب إحضار شهادة إثبات الإقامة الخاصة بالمتقدم، يلزم إحضار بطاقة التعريف الوطنية، يلزم إحضار 4 صور شخصية خاصة بالمتقدم وتكون حديثة، يجب إحضار ملف التجنيد الخاص بالمتقدم. من الجدير بالذكر أنه أصبح من المتاح والممكن لجميع المواطنين في الجزائر بالدخول على لينك التسجيل في صفوف الجيش الوطني واتباع الخطوات التي وفرناها لكم في السطور السابقة. شكرا أعزائي المشاهدين على المشاهدة. أتمنى أن تضغطوا على زر الإعجاب بالفيديو وأن تشتركوا في قناتنا.